ها، في غزال 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 هرب هرب هرب، هتكو 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 هرب. الحق يا منير، غزال مشاوي مشاوي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في فلوج جديد. اليوم بدنا نمشي بالبسكليت. ما تنسوا تشربوا مي بهذا الجو. خلصت قبل ما نطلع المشوار تبا. وننطلق عزيزي المشاهد. طالعين مشوار مع سيدو لرامي. مشوار شي ساعة بالبسكليت. الجو جميل جدا صراحة. خلينا ننبسط ونكيف ونشوف الجو. طريق رهيب جدا، وإن شاء الله الصوت يكون واضح يا حلوين. الجو شمس، بس مع لما تسوق البسكليت والرياح تطلع رهيبة جدا. شوفوا هنا البيوت الجميلة والطبيعة الرهيبة. هون الواحد لازم يدير باله. هوب، لازم يدير باله الواحد. شفته بس قلت أنا أسرع منه لأنه جاي هو ببطء صراحة. واحد هون لازم يدير باله من السيارات. في نظام للبسكليتات والسيارات والطرقات. اوكي، هون نقطع الشارع ندير بالنا. ان شاء الله تستمتعوا بالمناظر يا حلوين. لازم امشي على الشارع. صراحة انا البسكليت اللي معاي هنا الكترو كهرباء، ولكن ما بستعمله حاليا. هلا استعملت الاكو البطارية. بتمنى عزيزي المشاهد انك تستمتع بهاي الجولة معاي صراحة. خلي الطبيعة تتكلم عن نفسها. ما بدي اتكلم كثير، ولكن يعني الاجواء هاي الواحد لازم يستغلها. وبحاول انا ما افتح ثمي كثير حتى البعوض ما يفوت بثمي. يا هذول الدراجات السريعة بيطلعوا مجموعة مع بعض، جروبات. وهلا لازم نستخدم الكهرباء يا جماعة الخير. لازم نستخدم الكهرباء يا جماعة الخير. نكم لازم نستخدم الكهرباء ونروح على الجهة اليمين. Das ist schon entfernt, das ganze Obergeschoss ist schon entfernt. Ist das nicht fantastisch? Das ist die Katharinenhöhe.
هوب هوب. Die war ganz schlecht. هذا الشارع جديد عاملينه، جميل صراحة، بنص الطبيعة بنص الحقول. سيارة جاي من وراي كمان. نزيد السرعة شوي. Ja, so im Mai in Italien, Gabriel, da hat es überall anders gerochen. Ja. مم. Die Leute, die dort leben, die wissen gar nicht, wie gut es ist. يا الله، جو رهيب يا حلوين، والله رهيب، بتمناكم تكونوا معي. ترى السيارات ما بيحبوا سواقين البسكليتات، والبسكليتات ما بيحبوا سواقين السيارات، دائما مشاكل بيناتهم. سواقين السيارات دائما بيشتكوا انه اللي بيسوقوا بسكليتات ما بيلتزموا بقوانين السير، وما بيمشوا على الطريق المخصصة تبعتهم، ودائما في مشاكل بيناتهم. يعني أنا لما أسوق بسكليت دائما بشتكي من السيارات، وبس أسوق السيارة بشتكي من اللي بيسوقوا بسكليتات. يعني معاهم عليهم. هون طلعنا على الشارع الرئيسي. طبعا ما بعرف صراحة، يعني إذا بدك تفكر، يعني ميد دينكن بسموها، إذا بدك تفكر مع صاحب السيارة وشوفير السيارة، لازم تعمل مسافة بينك وبين اللي قدامك بالبسكليت عشان يقدر يتجاوزكم واحد واحد. إذا بتكون عامل زي القطار ما بيقدر يتجاوزكم، لازم ينتظر لما تكون في مسافة مسموحة، ويكون هو شايف السير المضاد اللي جاي حتى يقدر يتجاوزكم. لكن زي ما قلت لكم احنا الآن شوفرية بسكليتات، لازم نمشي بنص الشارع ونستنى ايش عبين ما السيارات تمر، وبعدين نديها نقطع الشارع وننزل على البحر هذا او البحيرة اللي بسموها الشتاو زي. شتاو معناها اللي بيجمعوه، يعني عامل زي أزمة سير شتاو. إذا استخدمت الشتاو بحركة السير معناته في أزمة سير، إذا استخدمتها بالمية معناته في إيش حاجزين المي. هنا في زي سد عاملينه شتاو يعني، وفي ناس كثير هنا بالجو هذا الحلو جايين بتشمسوا بصيدوا سمك، في منهم بيسبحوا، أولاد صغار بينزلوا بالمية. شوف والله كثير في موقف السيارات، في ناس كثير والله. الكل قاعد بيصيد هنا يا جماعة الخير. هنا بندخل على الغوابي، تقريبا طريق الرجعة ولكن من الجهة الثانية.
هذا بخيم هنا وبنام هنا ولا ايش؟ صيادين السمك كلهم هنا بخيموا هنا وبصيدوا وبقعدوا بتريحوا وبناموا. Aber es macht schon auch Spaß, ne? Ja, Das schon. ja. أوعى. عزيزي المشاهد، استمتع بالطبيعة. هذه هي بافاريا. أوه. أوه. تعرف الشروش أو جذور، أوه، تعرف جذور الشجر مخرب الشارع. يا نهار اسود، ايه ده؟ الجذور تبع الشجر نازل بالشارع، تحت الشارع، ومكسر الارض كلياتها. هنا بالغابة، هاي منطقة لسه فيرجن، ما حدا صابها. لسه اكتشفناها. هنا الواحد لازم ينتبه، في حجار كثير صراحة بالشارع. ويه. آه. آه. هنا فوق على اليمين واحد بيقدر يقعد هنا ياكل زي مطعم رهيب جدا. هنا اليسار العائلات قاعدين تقدر تشوي هنا بالحديقة برا وعلى النهر. يا حبيبي، يا الله يا الله، هالموقع يا جماعة الخير. شوف 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 هالموقع، شي بيفتح النفس والله. يعني حاليا ماشي بسرعة 20 كيلومتر بالساعة، 21 كيلومتر بالساعة. يعني بتوصل مرات 28 كيلومتر بالساعة مع البطارية. وإذا كانت على نزلة بتوصل يعني بالسهولة بتوصل 40 50 كيلومتر بالساعة إذا بتسحب. وعملناها حتى وصلنا 58 كيلومتر بالساعة، بس ما سجلناها. مش اليوم يعني، عملناها من سنتين تقريبا. بس حاليا أنصحكم إنكم لما تسوقوا بسكليت خصوصا بأوروبا إنكم تلتزموا بالقوانين، ودائما تعطوا إشارة باليد إذا بدكم تروحوا يمين يسار. وطبعا إذا كنت ماشي على الشارع بتكون قوانين الشارع والمرور كمان لازم انت تطبقها وتمشي عليك وتكون فاهمها زيك زي السيارة. هذا شارع كمان جميل جدا، هذا شارع رهيب جدا. هذا الشارع حلو يصر الناظرين. شايفين هنا؟ سبحان الله يا جماعة الخير، يعني منطقة رهيبة جدا. فما بالكم بالجنة، الله يرزقنا ويرزقكم الجنة يا رب. أين ري؟ ها؟ في غزال. هرب هتكو هرب. الحق يا مدير، غزال مشاوي. وينه؟ راح على اليمين. هنا نط، هنا. وينه؟ فوق. صار بالغابة فوق. تبا لك راحة الرزقة. اذكر بتطلع علي. قطعنا عليه الغداء يا جماعة.
هنا وين ما تنظر حقول، وين ما تنظر حقول. كله هاي بيوت فاضية، هاي اللي على اليسار كلها بيوت فاضية، يعني حرام صراحة. شوف حتى السور جميل جدا، السور جاي ديزاين رهيب جدا. شوفوا شوفوا، فعلا يا جماعة الخير، وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوفوا المي تجري والخضرة على اليمين وعلى اليسار. هنا الواحد لازم يدير باله، في منطقة عمل على اليمين مسكرة، وهذا عادة بيكون شارع يعني. هون بنرجع على منطقة براند. إذا بدك تسوق بسكليت بهذا الوقت بدك تدير بالك من الذبان، ما تفتح ثمك وانت ماشي، او البس ماسك. ان شاء الله انبسطتوا معي بالرحلة يا جماعة الخير. نشوف عدسة الكاميرا، بس عدسة الكاميرا ان شاء الله تكون واضحة الصورة بالنهاية. يعطيكم الف عافية.